رمضان كريم وكل عام وانت بالف خير. يعني انا سعيد جدا ان ابارك لك على نجاحاتك بالساتر الغربي وعامر لي واعمال كثيره. مو جديد عليك الابداع، انت مازن محمد مصطفى. الله يخليك، رمضان كريم عليك وعلى العراقيين وعلى العراقيين تحديدا يعني وعلى الامه الاسلاميه جمعاء، ينعاد علينا ان شاء الله بالخير والصحه والسلامه يا رب. وشكرا على هذه المقدمه. اعمال كثيره جدا، يعني أعمال منافسة كثيرة جدا، ولكن أن يبرز مشهد لك بين ضجة من الأعمال الكبيرة والإنتاج الضخم، فهذا دليل على أن أنت أديت شخصية عظيمة جدا وصلت لكل الناس. الحمد لله. شوف يعني أنا سبق وأن تحدثت، إحنا الموت حق طبعا، ولكن الموت في حديثه صار واجب. الاستشهاد صار واجب طبعا. خلاص، مجموعة من البشر مؤمن بقضيته، مؤمن بوطنه، مؤمن بمدينته، فشلون يحافظ عليها ومدنسها عصابة داعش الإرهابية. نعم. مدينة بكاملها قررت أنه إما الموت أو الحياة. أو الحياة. فأنت نجحت وبارك الله فيك. وصلوا إلى نتيجة هي يعني إما أن ننتصر أو ننتصر، وانتصرتوا. ماكو مجال، ماكو مجال للتراجع أبدا. عصابات يعني سلوكها بتصرفات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لا تمت إلى كل الأديان السماوية وحتى الأديان الوضعية، لا تمت لها بصلة. نعم. يعني تغلغلت داخل مدننا، ولكن إصرار أبنائنا بالثبات والتضحية. مدينة ضحت كثيرا جدا، مدينة جميلة جدا، أنا كلش حبيتها. يعني أنا حقيقة عن نفسي، يعني إذا يصير عندي تصوير في غير محافظة تتغير الوضعية. إيه، ما عدا حديثة وامر لي، لأنه بها صمود، بها إيه يعني وهي مدينة جميلة يعني. نعم. يعني تعرف يعني ما بها هذا يعني عدم الذوق بالمولدات وكذا. ما موجوده مولدات في بالضبط في حديثه. اكيد سمعت عن موجه من التوقفات، يعني مطالبات بتوقف ذاك العمل وهذا العمل وهذا. هل تشعر انه الفنان ملاحق؟ لا، هي مو ملاحق. شوف يعني القضيه انه رفع دعوه الكاتب الكبير صباح عطوان، يعني ما اعرف شنو فحوى هذه الدعوه يعني. هو قرار، يعني قرار محكمة علينا أن نحترم طبعا قرار القضاء يعني. ولكن أنا أدعو أنه تحل القضية بشكل ودي بغض النظر عن الذهاب إلى المحاكم وغير المحاكم. أنت صاحب حق، تستطيع بالحوار أن تأخذ حقك. يعني إذا احنا المثقفين وصلنا إلى هذه المرحلة، نعم. طيب غير المثقفين شو راح يسوون؟ يعني وين يلتجون؟ راح يلتجون للعرف العشائري. تألمنا كلش بصراحة إيه توصل يعني إلى هذه المواصيل. بعدين أنا أعرف، أنا كنت بالجزء الأول ماكو أي إساءة لأي رمز ديني في يعني في كل الاتجاهات، والعمل واضح جدا، هو درامي ومقبول عند الشارع. هو حتى يعني بدأ يشخص يعني نقاط الفساد الآن اللي مستشري بالبلد، هو كلهم يحجون بها يعني بالمناسبة حتى المسؤولين. بس من الفاسد ما تدري. على ما يبدو انزعج البعض لأنه قد تمس القضية. قد تمس القضية. إيه، بس ليه تعكزون على الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ لا، هاي مو قضية. لا، ما هذا اتهام باطل، اتهام كلش كبير. الفنان ما يفعلها. لا، هو واجهة البلد. هم كل الفنانين تحديدا اللي مشتغلين بهذا العمل، يعني ما عندهم هذا الميل الطائفي انه يسيئون للامام المهدي او يسيئون الى شخصيه من رموز اخواننا ابناء السنه. طبعا لا، مستحيل. طبعا. الكل محفوظه كرامتهم ومذاهبنا والحمد لله. والفنان العراقي قدم رسائل معطاء كبيره، فما من الممكن ان يتهم اتهام باطل بهذه الطريقه. لا، حتى يعني اللي اثاروا هذه الضجه ايضا يعني
لديهم مصالح. لا قالوا احنا آه. خلاص يعني بعد ما نطالبوا بهذه ما لنا علاقه بعد. اي يعني لانه تمام. الموضوع ما يخص الامام المهدي تحديدا يعني. اكيد. حتى ما اخذ من وقتك، كيف تشوف هذه الدعوه وكيف تشوف تنظيم الاعلامي مهدي صالح وهذه الجمعه الحلوه من المبدعين في هذه رمضان؟ انا مهدي شهادتي به مجروحه لانهم شاركوا وياه في مهرجان سابق، تعرف انت. نعم. كنت عضو لجنه التحكيم يعني. نعم. كانت فيها اسيا كمال والدكتور صالح الصحن واياد الطائي، يعني كنا شيء لجنه متشددين. لجنه رصينه وقاسيه يعني. نعم. بحيث يعني خلينا النقاط على الحروف بشكلها الصحيح حتى تلفظ الكلمات ايضا بشكل صحيح. اكيد. فهذا التنظيم حلو، المكان جميل جدا يعني. هو اختيارات مهدي لانه وحضرتك انا ايضا شهادتي بك مجروحه يا حبيبي، لانه انا وياك ملتقين اكثر من مره يا حبيبي، وقاعدين في اكثر من مناسبه في اماكن عديده يعني. انت استاذ كبير وانا افتخر ان اليوم احاور، ولو هذا مو اللقاء الاول ولكن مع تجدد كل لقاء فهو فخر انك كمقدمين ان نحاور الشخصيات. الله يحفظك. بعد رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا.